السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نحل مع بعض النموذج نمبر 4 في البيور، ونقول كده ربنا كده يرزقنا وإياكم التوفيق بسم الله. أول سؤال بيقول لي principal amplitude of the complex number z equal 3 sin minus i cosine 30. دي طبعا تريك فورم مش مظبوطة، فأنت قدامك حل من الاتنين، هتروح تكتبها على الكالكليتر زي ما هي بالظبط كده، وهتدوس ايكوال هيطلع لك، هيظبطها لك، يعني هيطلع لك الار والثيتا على طول. او ان انت تاخد بالك من حاجتين. اول حاجه ان ده مكان الاكس، في الاكس بوزيتيف والواي هنا نيجاتيف، بلس ان عندك الساين والكوساين متبدلين، فانت الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، يبقى انت كده بتتكلم على انهي كوادرنت؟ بتتكلم على الفورث كوادرنت. وعشان الساين والكوساين متبدلين فانت هتشتغل بالوحشين اللي هي 270 بلس، يبقى 270 بلس 30 هتطلع 300. وعشان ال 300 دي مش موجودة في الانترفال بتاعتي، فنعملها ماينس ل 360 فتطلع معايا بنيجاتيف 60 اللي هي نيجاتيف باي اوفر 3 اللي هي تشويس رقم بي. السؤال اللي بعده نمبر 2 بيقول لي in expansion of كذا، عايز الترم فري اوف اكس، فهروح اجيب تي ار بلس 1 هيبقى 12 سي ار، وادي 3 اوفر اكس باور 2 to power 12 minus r و 4x to power r. افصل ارقامك، هيبقى 12 سي ار وادي 3 to power 12 minus r و 4 to power r و x الباور اوف 2 دي تحت فهتطلع فوق بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 مره ملتبلاي 12 ومره ملتبلاي النيجاتيف r فتبقى نيجاتيف 24 بلس 2r وادي x باور r. هناخد الباورات بتاعت الاكس دي ونخليها ايكوال 0، يعني نيجاتيف 24 بلس 3r equal 0، يعني 3r equal 24، يعني ال r equals 8، وبالتالي هيبقى ال t9 هو اللي يكون free of x، يعني تشويس رقم D. نمبر 3 مديني فيكتور A نيجاتيف 2k1 والنورم بتاعها ب 3، عايز الفاليو اوف k. طيب النورم يعني ايه؟ يعني روت نيجاتيف 2 باور 2 بلس k باور 2 بلس 1، كل ده equal 3. فانت هتروح تعمل سكويرنج للتو سايد عشان تشيل السكوير روت ده، هيبقى 4 بلس k سكويرد بلس 1 equals 9، يعني k سكويرد equals هتبقى 1 بلس 4 5، هتوديها الناحية التانية بالنيجاتيف 9 ماينس 5 تبقى 4، هيبقى ال k equal positive or negative 2، يعني تشويس رقم B. سهل برضه. نمبر 4 مديني فانكشن f of x equal 3 لين x، عايز f dash of 3. f dash of 3 دي معناها ان انت هتروح تجيب ال f dash، يعني هتجيب الديريفيتيف وبعد كده تعوض ب 3. اي كونستانت ملتبلاي هتسيبه زي ما هو، وديريفيتيف اللين x1 over x، بعد كده هنروح نعوض ب 3، هيبقى 3 times 1 over 3 equals 1، يعني تشويس رقم B. لحد دلوقتي مفيش اسهل من كده. طيب السؤال اللي بعده رقم 5 مديني الاف دبل داش وقايل لي ان الاف اوف 0 equal 1 والاف داش اوف 0 equal 0. السؤال ده جه في امتحان قبل كده تقريبا 18 يعني، وهو عايز الفانكشن اصليه. فانت من السكند ديريفيتيف عشان ترجع للفانكشن الاصليه هتروح تعمل انتجريشن مرتين. ركز بقى كده معايا، الانتجريشن الاولاني هيجيب لي الاف داش، اي رقم تايمز انا هركنه على جنب واروح اعمل انتجريشن لاي باور اكس بلس اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. ادي 1 اوفر 2 ملناش دعوه بيها. انتجريشن الاي باور اكس هتفضل زي ما هي، بس خد بالك الله يكرمك وانت بتعمل انتجريشن للاي باور نيجاتيف اكس، انت محتاج هنا نيجاتيف اللي هي ديريفيتيف الباور، وطبعا عكس النيجاتيف 1 فهي نيجاتيف 1. فديريفيتيف اهو كده مفيش ديريفيتيف بيتاخد، فهيتفضل مع حضرتك نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس بلس سي. طب انت دلوقتي عشان تجيب السي، عشان تجيب الكونستنت، محتاج اي معلومه عن الفيرست ديريفيتيف. هو قال لحضرتك ان الاف داش اوف 0 ايكوال 0. طب ما تيجي نجرب كده موضوع الاف داش اوف 0 ايكوال 0 دي. هنشيل الاف داش ونكتب 0، ونشيل كل اكس من دول ونحط مكانها 0. طبعا الاي باور 0 ب 1، ف1 ماينس 1 هتبقى 0، فباي باي باي كده خلاص هيبقى السي ايكوال 0. دلوقتي انت وصلت ان الاف داش ايكوالز هتبقى هاف اي باور اكس ماينس اي باور نيجاتيف اكس. طيب تعال نكمل. هنعمل بقى انتجريشن كمان مره عشان هوصل من الاف داش للفانكشن الاصليه. هقول والله يبقى الاف اوف اكس هي برضو قد الهاف بره، ملناش دعوه بيه دلوقتي،
هعمل انتجريشن ل e باور x minus e باور نيجاتيف x dx. ادي الهاف زي ما هو، انتجريشن ال e باور x ب e باور x، وانتجريشن ال e باور نيجاتيف x هقول والله ما فيش ديريفيتيف بيتاخد، لو الديريفيتيف الباور يعني هيتفضل معايا بوزيتيف e باور x ده نيجاتيف x، وادي بلس كونستانت هنسميه سي دي. عندي جيفن تاني بيقول ان ال f of 0 equal 1، يعني شيل ال f of x وحط 1، وشيل كمان كل x من دول وحط مكانها 0. فالاي باور 0 ب 1، 1 بلس 1 هتبقى 2، 2 ملتبلاي هاف هتبقى 1، برضه هيطلع ان دي ايكوال 0، وبالتالي تبقى الفانكشن الاصليه هي هاف اي باور اكس بلس اي باور نيجاتيف اكس. ادي الفانكشن هو كان بيتكلم عليه. هو بقى بيسال حضرتك هل الفانكشن دي ايكوال نيجاتيف الاف داش ولا الاف داش ولا نيجاتيف الاف دبل داش ولا الاف دبل داش. لو بصيت هنا يا فندم، بصيت هنا كده على الاف دبل داش وبصيت هنا على الفانكشن الاصليه، هتلاقي هي بالظبط، وبالتالي هقول والله يبقى الاف داش هي الاف اوف اكس نفسها، يعني تشويس رقم دي. نمبر 6 بيقول عايز الميجر اوف ذا انجل بتوين الستريت لاين ده والبلين ده. اولا احنا متفقين من زمان ان اي ريليشن، اي حاجه ما بين الستريت لاين والبلين دي علاقه مشبوهه، يعني كل حاجه فيها بتتقلب. يعني ايه كل حاجه بتتقلب؟ انت طبيعي عشان تجيب الانجل ما بين ستريت لاين او ستريت لاين او فيكتور وفيكتور او بلين وبلين بتقول والله ان كوساين ثيتا ايكوال ابسولوت الدوت على نورم كل واحد. لكن اول ما تلاقي ستريت لاين وبلين هتقول لي لا، هيبقى ساين ثيتا ايكوالز فراكشن محترم كده، هتقول لي ابسولوت الدوت على نورم كل واحد. طب تعالى كده واحده واحده ونركز ونجيب الستريت لاين. قلت لك 100,000 مره قبل كده ان حضرتك وانت بتجيب الدايركشن من الستريت لاين ارخم حاجه في الدنيا هي الكارتيزيان فور. قبل ما تطلع منها اي حاجه لازم تتاكد ان هي مظبوطه. يعني ايه مظبوطه؟ يعني حضرتك هتلاقي الاكس بوزيتيف قدامها 1، الواي بوزيتيف قدامها 1، الزد بوزيتيف قدامها 1، دي كده مظبوطه. كتر خيرك يا باشا، هتطلع الدايركشن. هتقول لي والله هي 2 ونيجاتيف 1 و3. دي تاني حاجه الايكويشن اوف بلين، دي كده اسمها جنرال ايكويشن، يبقى النورمال دايركشن بتاعها هيبقى 3 و2 و1 اللي هي coefficient اوف اكس coefficient اوف واي coefficient اوف زد. تعالى بقى نعمل الدوت ما بينهم. يعني هقول كده 2 ونيجاتيف 1 و3 دوت 3 و2 و1. نورم ده هيبقى 4 و1 و9. نورم الان هيبقى 9 و4 و1. بالراحه كده، ادي فراكشن محترم برضو، وادي ابسولوت فوق. تعال نعمل الدوت، 2 تايمز 3 هتبقى 6، نيجاتيف 1 تايمز 2 هتبقى نيجاتيف 2، و3 تايمز 1 هتبقى 3. تحت هيكون معاك 4 بلس 1 بلس 9، يعني هتطلع مع حضرتك دي روت 13، لا روت 14 وروت 14، يعني هما الاثنين روت 14 ملتبلاي روت 14 يعني 14. طب اللي فوق هتطلع كام؟ 7، يعني كلها 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2. اعمل شيفت ساين ل 1 اوفر 2 فتطلع لحضرتك الانجل ب 30، يعني تشويس رقم A. نمبر 7 بيقول عايز الكوفيشنت اوف x to power of 4 in the expansion of x power 3 times كذا. خد بالك دايما وانت بتتعامل مع الباينوميال، ان كيس لما يكون في اكس بره انت بتعمل ايه؟ بتمسك الباينوميال بس دي كده، بتروح تجيب منها حاجه اسمها تي ار بلس 1 اللي هو الجنرال تيرم. هتقولي والله يبقى التي ار بلس 1 هيبقى ايكوالز، هيبقى 7 سي ار. الاولاني ياخد الديفرنس والتاني بياخد اللي تحت، وبعد ما تخلص خالص التي ار بلس 1 ما تنساش تاخد لنا الاكس باور 3 بتاعتك. طب تعالى كده واحده واحده، هي 7 سي ار وكل الاكسات دي كلها دي اكس باور 7 ماينس ار، ودي اكس باور نيجاتيف ار عشان كانت تحت، ودي اكس باور 3. حضرتك بقى هتاخد كل الباورات دي كلها وتخليها لنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. يعني 7 minus 2r plus 3 equals 4، يعني 2r equals 6، يبقى ال r equals 3. هو عايز الكوفيشنت. طب هقول والله يبقى الكوفيشنت ارجع فوق، ما عنديش غير هو ده بس، يعني 7c3، يعني التشويس رقم A. نمبر 8 بيقول لي if the slope of tangent to the curve at the point xy is كذا. ده السلوب اوف تانجنت. الاف اوف اي ايكوال 3 اي بلس 5، وده برضه جه في امتحان قبل كده. عايز الايكويشن اوف كيرف.
ركز دايما لما يديك سلوب اوف تانجنت ويطلب منك الكيرف الاصلي، فانت هتعمل انتجريشن. يعني هتكتب كده، انا عارف ان السلوب اوف تانجنت دي واي اوفر دي اكس ايكوال 3x بلس 2 اوفر اكس. ارفع الدي اكس فوق بالتايمز. اول ما حضرتك تلاقي ان الاكسات مع بعض والوايات مع بعض، حط الساين بتاعت الانتجريشن. انتجريشن 1 دي واي يعني واي. حضرتك عشان تعمل انتجريشن دي قسمها، يعني 3x اوفر x يعني 3 و2 اوفر x اهي. بقى الموضوع عبيط بقى. انتجريشن 3 تبقى 3x، وانتجريشن 2 اوفر x هتبقى 2 لين ابسولوت x، وادي بلس c. طب هتجيب السي منين؟ هفهم حضرتك حاجه. هو دلوقتي قايل لك ان الاف اوف e equals 3e plus 5. يبقى ده بالنسبه لك الاكس، وده بالنسبه لك مين؟ الواي. يلا كده نعوض. هشيل الواي واحط 3e plus 5. هشيل كل اكس واحط مكانها e. بص يا سيدي، 3e هتتكنسل مع 3e، هيبقى هنا 5 ولين e طبعا ب1، هتبقى ايكوال 2 بلس c. يعني السي ايكوالز كام؟ 3. يبقى الكيرف نفسه هيبقى 3x بلس 2 لين ابسولوت x بلس 3. كده انت جبت الايكويجن اوف كيرف اللي هي بالنسبه لحضرتك انهي تشويس؟ هتقول لي رقم C. نمبر كام؟ نمبر 9. بيقول لك the volume of the solid formed by rotating the region enclosed by the curve f of x equal x bar 2 والاكس اكسس والاتنين لاين x equal negative 2 و x equal 2 for revolution about او around x axis. اي فوليوم او اريا اول ستيب تعملها تمسك الكيرف نفسه تخليه ايكوال 0. طب لما امسك الكيرف اخليه ايكوال 0 يطلع الاكس ايكوال 0. لما تروح ترسم نمبر لاين، هات لي الاكستين اللي هو مديها لك. هو عايز من نيجاتيف 2 ل 2، هو عايز الحته دي كلها. فانت شايف من على النمبر لاين ان هي متقسمه، فتقول لي والله يبقى الفوليوم، ركز معايا في الكلام، هترمي بره باي وتعمل انتجريشن من نيجاتيف 2 ل 0 للكيرف باور 2. حلو كده. بلس ادي باي تانية، وتقول لي والله من 0 ل 2، وادي برضو الكيرف باور 2، وهتقول لي برضو دي اكس. يبقى انت كده قسمتها. حاجه تانية، حضرتك لو واخد بالك في الاساس ومركز ان الاكس بار 2 دي فانكشن ايفن، فانت كان ممكن تجيب واحده بس، اي واحده من الاثنين دول سواء دي او دي، تجيب واحده بس وتعملها ملتبلاي 2 براحتك يعني. طب لما نجيب الكالكليتر كده ونقول والله احنا عايزين نعمل definite integration ل x طبعا باور 2 باور 2 يعني x باور 4، x to power 4 من 0 ل 2، هتطلع كام لحضرتك؟ دي هتطلع 32 اوفر 5. يبقى دي 32 اوفر 5 باي. لما تروح تغير وتخليها لي من نيجاتيف 2 ل 0، بص هيطلع لك ايه؟ برضو نفس الحاجة، 32 اوفر 5 باي. يعني الفوليوم كله هيبقى 64 اوفر 5 باي، يعني تشويس رقم B. وكده كانت نمبر 9. نمبر 10 بيقول لك if the function كذا has inflection point at x equal 3 then the value of a. هو الانفليكشن بوينت عند الاكس ايكوال 3 دي معناها ايه؟ معناها ان السكند ديريفيتيف عند 3 ايكوال 0. يبقى انت عشان تجيب الاي هتروح تجيب سكند ديريفيتيف. يلا نجيب اول ديريفيتيف، هتبقى 3x سكويرد ماينس 2ax. السكند ديريفيتيف هتبقى 6x ماينس 2a. لما تروح تعوض لي ب 3 هيبقى 6 تايم 3 ماينس 2a ايكوال 0، يعني 2a ايكوالز 18، يعني ال a ايكوالز 9، يعني تشويس رقم C. طيب ما شاء الله، ربنا كده يا رب يرزقنا بامتحان زي ده كده. رقم 11 بيقول لي if the two lines كذا وكذا، مديني اتنين فيكتور equation ل two straight lines are orthogonal. كلمة orthogonal يعني perpendicular. عايز الام. طيب انا عارف ان اي two straight lines، اي two vector، اي two planes لما يكونوا perpendicular معناها ان الدوت بينهم equal 0. الدايركشن الاولاني هو 5 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، الدايركشن الثاني هيبقى ام ونيجاتيف 5 و5. يعني 5m بلس 5 ماينس 5، يعني 5m ايكوال 0،
هيبقى الام ايكوال 0، يعني تشويس رقم A. السؤال اللي بعده رقم 12 بيقول ان عندي فانكشن كونتينوس في الدومين بتاعها، ودومينها R يعني، ومديني ديفينيت انتجريشن للاف اوف اكس من 1 ل 5 ايكوال 6، ومن 1 ل 7 ايكوال 13، عايز من 7 ل 5. ركز معايا في الكلام. قلنا لما تلاقي الفانكشن متكرره كده هيحل لك السؤال ده مين؟ النمبر لاين. هو في الاول قال من 1 ل 5 ايكوال 6، وبعد كده قال لحضرتك من 1 لحد 7 هتكون ايكوال 13، ف 13 ماينس 6 تبقى دي كام؟ تبقى دي 7. يبقى انت وصلت اول حاجه ان ديفينيت انتجريشن من 5 ل 7 اف اوف اكس هتكون ايكوال 7. بس هو ركز بقى، هو عايز ايه؟ اول حاجه هو عايزها ملتبلاي باي 2. ملتبلايد باي 2 يعني 2 تايمز 7 هتبقى كام؟ 14. بس كمان حاجه انت لو ركز فيها، هو قالب الرقمين، هو عايزها من 7 ل 5. طب ما انا عندي بروبرتي في الديفينيت انتجريشن، لما يكون عندي الرقمين بيتبدلوا الساين هنا كمان بتتغير، فتبقى نيجاتيف 14، يعني تشويس رقم A. نمبر 13 بيقول لي انا عندي ريكتانجل، فاحنا هنرسم ريكتانجل اهو. بيقول لحضرتك ان ال AB AC نفسه، AC ده الدايجونال هو 10 سنتيمتر، والبي سي هتكون 8، فطبيعي اوتوماتيك كده هتبقى الاي بي ايكوال 6. وهو عايز من سيادتك ايه بقى؟ عايز البي اي دوت دي سي. طب دول باراليل لبعض صح، واوبوزيت دايركشن، فانا ممكن اعملها ازاي؟ مادام باراليل واوبوزيت دايركشن يعني الانجل ما بينهم 180، وبالتالي يبقى الدوت بتاعهم هيبقى نورمال بي اي اللي هو 6 تايمز نورمال بي سي، اسف الدي سي اللي هي 6 برضو، في كوزاين الانجل ما بينهم اللي هي 180، فتطلع معاك بنيجاتيف 36، يعني تشويس رقم بي. ده حل سريع وطبيعي لان الرسمه سهله بصراحه. لكن لو انت بقى اشتغلتها بالمعتاد بتاعنا شغلنا الطبيعي، هتقول لي والله دي 0 0، دي 8 و0، دي 0 و6، ودي هتكون 8 و6، وتروح تجيب الفيكتور بي اي يعني A minus B فتطلع 0 6، وبعد كده تروح تجيب الفيكتور دي سي يعني C minus D فتطلع لسيادتك هتبقى 0 ونيجاتيف 6. لما تروح تعمل الدوت ما بينهم هيبقى 0 تايمز 0 ايكوال 0، و6 تايمز نيجاتيف 6 تبقى نيجاتيف 36، فيطلع نفس الفاينل انسر. سواء عملت كده عملت كده الاتنين هيطلعوا نفس الفاينل انسر. Number 14 بيقول لي the standard form of the equation of the plane that intersecting the positive coordinate axes x, y, z 5 3 3 respectively. هو مديك البلين كات الاكس اكسس فين، والواي اكسس فين، والزد اكسس فين، وقال لك كمان ان الثلاثه بارت دول هيكونوا بوزيتيف. طب انا عندي فورم كده كنا اخدناها في الايكويشن اوف بلين، هي الاكس اوفر الاكس انترسبت بلس واي اوفر واي انترسبت بلس زد اوفر الزد انترسبت ايكوال 1. فاحنا لو خدنا الارقام بنفس ترتيبهم هتبقى 5 و3 و3. ما عليك بس تعمل للفورم دي سمبليفاي. اي فراكشنز عايز تكنسلها تعمل تايمز. فانت واخد بالك ان في ارقام تحت 3 و5، الرقم اللي كنسل ال 3 وال5 ان انت تعمل الايكويشن كلها ملتبلاي باي 15. طب ازاي ملتبلاي 15؟ 1 اوفر 5 ملتبلاي 15 تبقى 3x، 1 اوفر 3 ملتبلاي 15 تبقى 5y، 1 اوفر 3 ملتبلاي z هتكون ادي 5 z equals 15. فين دي بقى؟ دور كده معايا هتلاقيها ان هي تشويس رقم C. نمبر 15 عايز dy over dx ومديك بارامتريك ايكويشن، واحده x واحده y. انا ما بلاقي بصراحه التان والسيك دول اكتر حاجه ليهم ريليشن مع بعض. في عندي رول بيقول ايه؟ في رول بيقول ان انا عندي ال1 بلس تان سكويرد هيديني سيك سكويرد، صح كده؟ طيب يعني انا ممكن اعمل حاجه لطيفه. ايه هي؟ لو مسكت الواي عملتها باور 2 هيطلع عندي تان باور 2. حلو. طب ما هي التان باور 2 من هنا اقدر اقول ان هي عباره عن سيك باور 2 ماينس 1، سيك باور 2 ماينس 1. طب ما انا ممكن اشيل دي
واحط مكانها sec باور 2 minus 1. يبقى دلوقتي السيك باور 2 minus 1 هي نفسها السيك باور 2 minus 1. يعني استفدت ايه؟ استفدت والله ان الواي باور 2 equal x. يبقى هقدر دلوقتي اقول ان الواي باور 2 equal x. فلما تروح تجيب ديريفيتيف هيبقى ديريفيتيف الواي باور 2 هتبقى 2y dy over dx equals 1. يعني ال dy over dx اللي هو عايزها هي 1 over 2y. طب انا عشان اعمل سبستيتيوت محتاج الفاليو اوف y. طب سهل، انت معاك الثيتا اهي، حطها هنا هتجيب الواي. يبقى y equals tan negative 3 باي over 4 يعني negative 135. طب احنا لو عملنا كده الكالكليتر وقلنا هات لنا يا باشا tan negative 135 هتطلع لسيادتك equal 1. يبقى ما نعوض هنا at y equal 1 هيبقى ال dy over dx هتكون 1 over 2 يعني خلصت. طيب افترض معايا انت ما عرفتش توصل للريليشن، انت هتقولي انا ما فكرتش كده. ماشي ما تفكرش عادي، ايه المشكله؟ ما هتتحل برضو عادي في تشين رول. يعني انت لو عايز تحلها بالتشين رول الطبيعي ممكن نعمل كده. بص يا سيدي، همسك الاكس هجيب دي اكس اوفر دي ثيتا، هنزل ادي 2 وادي سيك ثيتا في ديريفيتيف السيك هتبقى سيك تان، ونجيب دي واي اوفر دي ثيتا فديريفيتيف التان تبقى سيك سكويرد. بعد كده اقول والله دي واي اوفر دي ثيتا هي اسف دي اكس هتبقى دي واي اوفر دي ثيتا تايمز دي ثيتا اوفر دي اكس يعني سيك سكويرد اوفر 2 ودي سيك سكويرد تان ثيتا. ممكن تعمل سمبليفاي كده هتبقى 1 اوفر 2 تان ثيتا. لو عوضت بالفاليو اوف ثيتا هيديك نفس الهاف. فانت حر بقى، يعني انت لقطت مني الفكره دي او انت خدت بالك من الفكره بتاعت الريليشن جبتها واي واكس دي ماشي، ما عملتها تشين رول برضو ايه برضو ماشي. نمبر 16 برضو ده سؤال امتحانات في تقريبا برضو في 19 في الحته دي كده. هو عايز الابسولوت مينيمم للفانكشن دي. في الابسولوت انا كده بعمل سكيب لستيب الدومين لان انا كده كده معايا الدومين بتاعي. بروح اجيب اول ديريفيتيف هقول والله انا هثبت في ديريفيتيف بلس ديريفيتيف واثبت. وانا بظبط الاف داش هاخد الاي باور نيجاتيف اكس دي كومن فاكتور هيتفضل نيجاتيف 10 اكس بلس 10 ايكوال 0. الاي ما تطلعش 0 هاخد بقى النيجاتيف 10 اكس بلس 10 ايكوال 0 فيطلع معاك ان الاكس ايكوال 1. وال1 دي موجوده فين؟ موجوده في الانترفال. يعني معنى كده انا معايا كريتيكال بوينت. فحضرتك هتمسك بقى ال1 واول الانترفال واخرها وتعالى نعوض في الاصليه. هتبقى 10 تايمز 1 واي باور نيجاتيف 1 يعني 10 اوفر اي. الزيرو هتبقى كلها زيرو. الفور هتبقى 40 اوفر اي باور 4. انا بدور على مين؟ على المينيمم. فمعلش بقى هات لي الكالكوليتر كده الناحيه الثانيه وقول له كده وقول له والله هي 10 اوفر اي هتطلع تقريبا ب 3.678 وطب 40 اوفر اي باور 4 فتطلع معاك ب 0.073. فاصغر حاجه دي ولا الزيرو؟ طبعا اصغر حاجه الزيرو. يبقى وبالتالي يبقى الاف اوف زيرو هي دي السمولست يعني الفاليو بتاعتك هتبقى زيرو. ده كده كان رقم 16. نمبر 17 بيقول لي the ratio between ال T6 والميدل تيرم. لحظه واحده هات لي الاوردر اوف ميدل. ده باور 8 ف 8 بلس 2 اوفر 2 فيطلع معاك ال T5. يبقى كده تعال نعدل بقى الجمله. بيقول الريشيو between ال T6 وال T5. الريشيو between ال T6 وال T5 في الباينوميال دي according to ascending power of x when ال T4 equal 7. طب جميل، هو عايز الريشيو ما بين ال T6 وال T5. طب جميل، طب هو ليه مديني ال T4 equal 7؟ هفهم حضرتك حالا دلوقتي. بص يا فندم، خلينا نقول واحده واحده. T6 over T5 هيبقى n اللي هي 8 يعني minus r الصغيره بلس 1 على r الصغيره تايمز ادي second over first. فحضرتك لو حسبت دي تطلع 4x over 5. يبقى انت عشان تجيب الريشيو دي محتاج الفاليو اوف اكس. عشان كده هو عمل ايه؟ راح جاب لك ان التي 4 ايكوال 7. طب سيادتك كده واحده واحده امسك يلا التي 4. التي 4 هي 8 سي 3. الاولاني ملوش لازمه والتاني بياخد اللي تحت. حضرتك لو حسبت 8 سي 3 8 سي 3 هتطلع معاك ب 56. هتوديها هناك بالديفايدد
هيطلع الاكس باور 3 ايكوال 1 اوفر 8. يعني عملنا كيوبيك روت للاكس، هتطلع الاكس ايكوال 1 اوفر 2. طب لو عوضت بيها هنا هتبقى الريشيو معاك 2 اوفر كام؟ 2 اوفر 5، يعني تشويس رقم بي. نيجي لرقم 18. رقم 18 بيقول لك ان الكيرف ده هو كونفكس اب فين؟ طب جميل، كونفكس اب ده كده سكند ديريفيتيف. طب انت محتاج ايه؟ محتاج في الاول حاجه الدومين. اولا هنا الباور اود، يعني الدومين هنا ار، وبالتالي خلاص كده دي خلصناها. تاني حاجه محتاجين نظبط الفانكشن دي، هتبقى x minus 3 to power 3 over 5 in على اوت. او اروح اجيب اول ديريفيتيف، هنزل الباور واعمل نفس البراكت الباور ماينس 1، ديريفيتيف اللي جوه ب 1. الاف دبل داش هنزل الباور تبقى نيجاتيف 6 اوفر 25، ودي نفس البراكت الباور ماينس 1 هتبقى نيجاتيف 7 اوفر 5. لو حابب تعدلها براحتك هيبقى نيجاتيف 6 اوفر 25، ودي اكس ماينس 3 تو باور 7 اوفر 5. ده كده السكند ديريفيتيف. لو مسكنا اللي فوق خلينا ايكوال 0 مش هيديني حاجه. لو مسكنا اللي تحت هيبقى اكس ماينس 3 اكس ماينس 3 ايكوال 0، فتطلع الاكس ايكوال 3، ودي موجوده في الدومين. ادي النمبر لاين ونحط ال 3 هنا ونجرب حظنا. حضرتك هتروح تعوض برقم قبل 3 ورقم بعد 3. فين؟ في السكند ديريفيتيف، هتعوض هنا. طيب تعالى بقى نعوض كده ونجرب حظنا. سيادتك لما هتعوض هنا برقم اقل فهيطلع مثلا اهو، عشان بس ايه اعرفك ازاي. ادي نيجاتيف 6، ادي تحت كده هنا 25 تايمز براكت، هتقول مثلا 2 ماينس 3 تو باور 7 اوفر 5. كل ده هيطلع رقم بوزيتيف، يبقى هنا الاف دبل داش بوزيتيف. طب لو غيرنا ال2 وخليناها رقم اكبر من 3 سي 4 هيطلع نيجاتيف. طب الاف داش بوزيتيف يبقى كونفكس داون، والنيجاتيف تبقى كونفكس اب. انا بدور على ايه؟ على الكونفكس اب. هقول والله من 3 لانفينيتي، يعني تشويس رقم بي. طب تعالى بقى نشوف رقم 19، ده اول واحد في الايساي. وقبل ما ابدا فيه، انت شايف ان السؤال اوميجا يعني. نصيحة، بلاش نحل الأوميجا إن إحنا نسيب الأوميجا على الكالكليتر ونعملها بالكالكليتر، لأن غالبا الأوميجا بتيجي إيساي، فأنت محتاج تتدرب عليها كتير، لأن الأوميجا دي من الدروس الرخمة، فمحتاجة تتعود على تفاصيلها يعني. فهو بيقول لك هنا prove that إن البراكت ده كله to power 12 يديني نيجاتيف 16. طب في كونسبت كده مهم جدا وأنت بتتعامل مع الأوميجا، إن لما هيجي لك أي اكسبريشن في أوميجا more than 2 term، فأنت بتحاول تعمل له simplify. يعني مثلا لو لقيت اوميجا بلس اوميجا سكوير بتخليها نيجاتيف 1، لقيت 1 بلس اوميجا تخليها نيجاتيف اوميجا سكوير اند سو اون يعني. لكن لما يجي لك اكسبريشن 2 ترم بس، يبقى ما تفكرش في السمبليفاي، يعني هتسيبهم زي ما هم وتبدا تتعامل على طول. طب دول اتنين فراكشن بينهم ماينس، طب هتتعامل ازاي؟ بص يا سيدي، احنا هنعمل فراكشن محترم كده، ونبدا بقى نقول الضرب في الرجلين. هنعمل الاثنين اللي تحت دول تايمز بعض. ال1 هنا مره وهنا مره تبقى 1 بلس اي اوميجا، والاي اوميجا سكويرد ملتبلاي هنا مره وهنا مره هيبقى اي اوميجا سكويرد، و اي في اي تبقى اي سكويرد، وادي اوميجا في اوميجا سكويرد تبقى اوميجا باور 3. ركز معايا في اللي تحت كمان شويه. نكمل. عندي دول اللي هو اي اوميجا سكويرد واي اوميجا، دول ينفع نعمل لهم سمبليفاي، يديني ايه؟ يديني نيجاتيف اي. وهنا في 1 اصلا، وهنا الاي باور 2 بنيجاتيف 1 والاوميجا باور 3 ب 1، فهيديني نيجاتيف 1. فالنيجاتيف 1 هتتكنسل مع ال 1، هيتفضل لسيادتك مين؟ هيتفضل لك نيجاتيف اي بس. كده انت عملت سمبليفاي للي تحت. تعالى بقى نجيب الحول. الحول دي يعني ايه؟ يعني حاجه لازم تبدا من هنا. هتمسك ال1 مع الاوميجا بلس اي يبقى اوميجا بلس اي، وبعد كده اي اوميجا هيبقى اي اوميجا سكويرد، و اي باور 2 اوميجا. النيجاتيف 1 دي مع ال1 هي بالنسبه لك نيجاتيف 1، فالنيجاتيف 1 مع ال1 بلس اي اوميجا سكويرد هتبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف اي اوميجا سكويرد. ركز واحده واحده. الاي اوميجا سكويرد بالنيجاتيف واي اوميجا سكويرد بالبوزيتيف. الاي باور 2 دي كده بنيجاتيف 1، يعني دي لو عملت لها سمبليفاي تبقى نيجاتيف اوميجا. فالنيجاتيف اوميجا
مع بوزيتيف اوميجا هيتكنسلوا، هيتفضل لك ايه في الاخر؟ هيتفضل اي ماينس 1. طب حضرتك لو عملنا اي ماينس 1، لو عملنا كده ادي كومبلكس فراكشن، ادي اي ماينس 1 اوفر نيجاتيف اي، هيطلع ايه؟ هيطلع نيجاتيف 1 ماينس اي. طب جميل، يبقى ده كله طلع لي نيجاتيف 1 ماينس اي. اوعى تنسى هو كل ده اصلا كان تو باور اوف كام؟ تو باور اوف 12. في كالكوليتر كتير قوي ما بيطلعش الاي تو باور اكتر من 2، اكتر من 3 اسف. فانت في الكيس دي تعمل ايه؟ حضرتك هتقسم ال 12 دي، هتقول لي كده ال 1 النيجاتيف 1 ماينس اي 2 تو باور اوف 6، وتبدا تكتب على الكالكوليتر. تعالى كده هتقول لي ادي براكت نيجاتيف 1 ماينس اي تو باور 2، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك 2 اي. طيب يبقى 2 هندخل عليها الباور، يبقى 2 تو باور 6 واي تو باور 6. ال 2 تو باور 6 يعني 64، والاي تو باور 6 ال 6 دي لو عملتها ديفايدد باي 4 هيطلع لك 0.5 يعني نيجاتيف 1. في الاخر هتطلع بنيجاتيف 64. يبقى انا كده وصلت للبروف بتاعي. اللي قدام حضرتك ده بيأكد اللي انا قلته لك في الاول، الاوميجا ما تحب يعني ما حدش يحب ان هو يغلط في سؤال عبيط زي ده، بس ده محتاج منك ان انت تنسى خالص موضوع ان انت تسيب الاوميجا على الكالكليتر وتبدا تشتغلها وخلاص تبصمجها زي ما انتوا بتقولوا يعني. لازم تعملها بستبس، تتعود عليها كويس عشان لما تيجي في الايساي حرام تضيع درجتها يعني. نخش على السؤال الاخير بقى، بيقول لي if the perimeter of circular sector equal 12. لازم تبقى حافظ الرولز كويس. السيركولر سيكتور البريمتر بتاعه هو 2r plus l. بيقول find the radian measure of the angle of central angle of the measure of the central angle make the area of the sector maximum. طب كلمة maximum جت مع مين؟ مع الاريا. طب انا عارف ان الاريا هاف ال ار، وعشان اشتغل ديريفيتيف لازم اخليها كلها يا اما ار بس يا اما ال بس. ارجع للجيفن، الاسهل بالنسبة لي اقدر اقول ان ال هي 12 minus 2r. يعني هبدأ كده ادي هاف ار واشيل ال واحط 12 minus 2r. اصبر على رزقك، امسك الهاف ار هنا مره وهنا مره، هتبقى 6r minus r سكويرد. اعمل لها ديريفيتيف، هتبقى 6 minus 2r هنحطها ايكوال 0، هتطلع الار ايكوال 3. يبقى حضرتك الاريا دي هتكون ماكسيمم لما يكون الراديوس بكام؟ ب 3. ارجع بقى فكر نفسك هو عايز ايه؟ هو عايز الراديان ميجر. طب الراد كانت ايكوال ايه زمان؟ ال اوفر ار. طب الار ب 3 محتاج ال، رجعها هنا هتقول لي هي 12 minus 2 times 3 يعني ال ايكوال 6. يبقى 6 ديفايدد باي 3 هتبقى ايكوال 2 راد. كده انت جبت الراد ميجر للسنترال انجل لما كانت الاريا ماكسيموم. متهيألي يعني مفيش اسهل من كده. يا رب يا رب ربنا ان شاء الله يرزقكم بامتحان كويس زي ده. نتمنى لكم كل التوفيق، نشوفكم ان شاء الله ربنا على خير. السلام عليكم.